عربية النهارده هي أسرع اس يو في في العالم، سوبر كار الاس يو في، تاريخها في السباقات والموتور سبورتس حاد يرجع لأكتر من 100 سنة، منهم 61 سنة فورمولا 1، هي أستون مارتن دي بي اكس 707. بتبدأ عدة الايروداينامكس من عند الجريل الضخمة اللي بتبلع الهواء تبرد بيه 3 رادياترات مكانهم هنا وهنا وهنا. السبليتر غير انه موطي العربية وشكله اجريسيف، هو متصمم بطريقة انه يقلل كمية الهواء اللي بتدخل تحتها فبيقلل ضغط، وفي اخره من الطرفين بيوسع شويه ويشتغل مع الوينجلتس علشان يزق الهواء بعيد عن العجل، فبالتالي يقلل دوشه ودراج. ده غير ان الفتحات اللي في الكبوت بتخرج الهواء السخن وتقلل الضغط تحتيه. المرايات فلاينج ميرورز، يعني طايره بعيده عن جسم العربيه علشان تسمح للهواء يعدي في مساره بسلاسه وتقلل الصوت، ودي لوحدها بتقلل دراج بنسبه من 3 ل 6%. كل خط في جسم العربيه معمول علشان الهواء يزحف عليه من غير ما يتلخبط ويسيبها. عند السبويلر والداك تيل بقى الهواء مش بس بيعدي، ده بيتسخر وبيتوزع على ظهرها مظبوط يديها داون فورس ويقلل الدراج، وفتحات التهويه اللي ورا دي بتخرج الهواء من جوه الرافعه. نيجي بقى للديفيوزر، حيث الشغل السفلي الخطير. العربيه من تحت متغطيه بصفائح فلات علشان الهواء يعدي برضه في مساره بسلاسه ومن غير دوشه، ولما الهواء بيوصل عند الديفيوزر بيتقسم تاني وهو خارج من الفتحات دي فبيعدي اسرع، وده بيعمل انخفاض سريع في الضغط. تاثير الكلام ده انه بيعمل شفط الجسم العربيه من تحت كأن الارض بتسحبها، فبيخليها ثابته اكتر ما هي اصلا ثابته. نزود بقى على كل ده الادابتيف سسبنشن اللي بتوطي العربيه على السرعات العاليه تقلل اكتر الهواء اللي بيدخل تحتها، وده بيثبتها اكتر ويقلل الريزيستنس تاني وتالت. مفيش حاجه في العربيه منظر، كل حاجه ليها هدف ومحسوبه ومتوظفه انها تديلك احساس انك سايق الصاروخ ثابت على الارض، وبتتحول لعربيه عائليه. لونها الزينون جراي المتشيك بالكربون فايبر مع الجنوط السودا ولون الانتيريور مخلي العربيه عنيفه وشكلها تراك يوز. الابواب سوان وينج، ودي بتفتح لبره وتيجي في الاخر تميل لفوق علشان تسهل عمليه الخروج والدخول من العربيه، خصوصا في الاماكن الضيقه لانها بتاخد مساحه اقل من الابواب اللي بتفتح عادي للجنب. وطبعا السبب الاهم انها تلغي احتمالات ان الباب لما يفتح يحك في الرصيف مثلا. الجنوط 23 انش فورجد ولايت ويت، وراها فرامل كربون فايبر سيراميك، ودي الفتحات اللي بتبردها. الانتيريور صعب انك تلاقي فيه اي حاجه الكواليتي بتاعتها عاديه، كل حاجه جلد بريميوم في كربون فايبر في دارك كروم انسنس، والتابلو سوفت تاتش، حتى الهيد لاينر جلد. الابواب سوفت كلوز، ازازها دبل جليزد بيعزلك عن كل حاجه ما عدا طبعا رنه الموتور. يمكن الحاجه الوحيده اللي عاديه هي الانفوتينمنت، وده علشان استون مارتن بيهتموا اكتر بالمضمون، كانهم بيقولوا لك عايز تسلي نفسك سوق وتبسط واستمتع بدقه كل حاجه، عايز تسمع خلي موتورها يزيدك من الشعر بيت، ده لو كنت من الناس اللي بيختاروا يسمعوا صوت الموتور بدل المزيكا. الدرايفنج مودز بتحول العربيه لانها بتغير بيرفورمانس الموتور، الجير بوكس نقلته بتبقى اسرع، الستيرنج بيبقى ادق وصوتها بيتوحش، وسيت اب السسبنشن بيتغير من مريحه طول الوقت لعنيفه وقت ما تحب. فيها لين كيب اسيست واوتو بريكنج في الحالات الطارئه، وانظمه المساعده هنا مش جايه تحذرك، هي هتتدخل قبلك. موتورها 4000 سي سي في 8 فرونت ميد ماونتد، جواه انترنالز فورجد ولايت ويت، بيخرج 707 بي اس اللي هو المتريك هورس باور، يعني بحسبتنا 697 ميكانيكال هورس باور و900 نيوتن متر. الجير بوكس مالتي بليت كلاتش 9 سرعات، وبرده لايت ويت لانه معمول من المغنيسيوم. حتى عمود الكردان اللي بينقل الحركه للعجلات اللي ورا كربون فايبر. عمرك سمعت عن كردان كربون فايبر في عربيه مش تراك يوز؟ بتوصل من 0 ل 100 في 3 ثواني و3 وبرضه هي مش اسرع اس يو في وبس، هي مرعبه في الهاندلنج كمان، وده لكذا سبب، منهم وزنها ل 2245 كيلو، وتوزيع الوزن ل 52% قدام و48% ورا. ده غير الادابتيف سسبنشن اللي بيتعدل على حسب حالتك النفسيه، ولا الاكتيف انتي رول سيستم اللي بيمنع تمايل العربيه وبيجبرها تفضل فلات في اي كيرف. الذكاء هنا مش في السوفت وير، هو في كل تفصيله بتتحرك قبلك. دي بي اكس 707 كتاب في الهندسه ماشي على الارض، كل اللي قلناه ده ما يجيش حاجه جنب قدرتها الحقيقيه. تقدر تتفرج عليها عن تيتشر موتورز، ولو عايز تعرف اكتر ادخل على صفحته في كونتاكت بوينت.